بنرجع مرة تانية مع حضراتكم نواصل لقائنا فقرتنا الفقرة الرياضية، والحمد لله مصر قدرت ان هي تحقق انجاز ويعني تقدم في البطولة العربية للبولينج. حصلنا على الميدالية الفضية، مزيد من الانجازات، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كؤوس وميداليات. بيسعدنا ان احنا نلتقي النهارده مع الدكتور وجدي الكردي المدير الفني لمنتخب البولينج. اهلا بحضرتك يا فندم والف مبروك. معنا ايضا دكتور احمد عفيفي عضو مجلس اداره اتحاد البولينج. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ومعانا اللاعبين احمد جمال واسلام عيد. اهلا بيك. البولينج كلنا بنلعبها يعني لما بنخرج في اماكن بتاعتنا، بس كرياضه هل في مصريين كتير بيمارسوا البولينج كرياضه احترافيه او حتى كبطولات؟ هي طبعا لعبه المفروض ان هي لعبه حديثه، يعني دخلت سنه 95 94 على اساس ان هي لعبه ترفيهيه. ما كانتش لسه واخده الشكل الرياضي في مصر، انما هي رياضي طبعا من زمان قوي، لحد ما اتعمل لها اتحاد رياضي سنه 1997. اتعمل بطوله عالم هنا في القاهره من انجح بطولات العالم، وابتدت تاخد الشكل الرياضي. بالرغم من قصر المده اللي احنا مارسنا فيها الرياضه دي، حققنا فيها انجازات على المستوى العربي. ولما بقول المستوى العربي يعني بقول المستوى العالمي، لان العرب سابقنا بحوالي 30 40 سنه في هذه الرياضه. كل لاعب عربي من اللي بيلعبوا معانا واللي قدرنا نعمل انجازات معاهم عنده تايتل في البطوله، يعني يا بطل عالم ناشئين، يا بطل عالم فرق، يا بطل عالم. فاحتكاكنا بيهم مع فارق الامكانيات اللي عندنا واللي عندهم، فاحنا يعني الحمد لله قدرنا نقف على رجلينا في اللعبه دي. اللعبه في الفتره اللي فاتت، السؤال بتاع حضرتك، طبعا هي مش شعبيه، انما ابتدت تاخد شكل جماهيري. يعني الاعداد ابتدت تزيد فعلا في القاهره، على اساس ان احنا القاهره والمحافظات، لان في المحافظات مراكز بولينج كتير. القوات المسلحه مشكوره، يعني قدرت ان هي تعمل مراكز بولينج كتيره، وابتدت تاخد شكل جماهيري شويه. الاتحاد طبعا ده الدكتور احمد بقى يتكلم عنه، فيه ان احنا بنعمل مدارس لنشر القاعده، وبناخد منهم العناصر الكويسه اللي هم يقدروا يبقوا في المنتخبات القوميه يمثلونا في الخارج يعني. طب دكتور احمد، حضرتك اتكلمنا على الاتحاد ودوره في نشر اللعبه في مصر. الحقيقه الاتحاد المصري للبولينج زي ما الدكتور وجدي قال اشهر سنه 1997، ولكن هذا الاتحاد الحقيقه ولد عملاقا. الحقيقه البطولات اللي احنا بننظمها كاتحاد المصري للبولينج نوعين من البطولات، بطولات محليه وبتبقى عباره عن بطوله كاس مصر وبطولات الجمهوريه، دي البطولات المعتمده. لكن بالاضافه لكده احنا بنحاول من خلال الاتحاد ان احنا ننشر اللعبه في جميع محافظات مصر، والحقيقه الفضل في ده يرجع للقوات المسلحه كمؤسسه رائده في المجتمع بترعى هذه الرياضه. يمكن عندنا دلوقتي اكثر من 180 لين بولينج منتشرين في جميع انحاء الجمهوريه. يمكن احنا بننظم بطولات في الغردقه، بننظم بطولات في شرم الشيخ، كنا بننظم بطولات في بورسعيد وفي السويس وفي الاسماعيليه. الحقيقه كان الهدف من هذه البطولات ان احنا ننشر اللعبه بين شباب هذه المحافظات، بالاضافه ان احنا بنحاول ان احنا نساهم ولو بقدر ضئيل في السياحه الرياضيه. وكان اصرارنا الحقيقه ان احنا ننظم البطوله العربيه في هذا التوقيت عشان يعني ندي انطباع على مصر انها امنه وبخير، وانها ان شاء الله ستعود الى مكانها الطبيعي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. نشوف بقى الابطال الصغيرين. ازيك يا احمد؟ تمام، الحمد لله. احكي لنا بقى، انت دخلت البولينج ازاي؟ اللي اخترت رياضه البولينج والميداليات بتاعتك؟ انا مبدئيا دخلت البولينج وانا عندي 7 سنين، وابتديت والدي كان بيلعبها، وبعد كده قررت قلت اشوف اللعبه. بعد كده كان بيلعبها برضو كرياضي ولا بيلعبها بياخدكم تلعبوا بيه؟ لا كان رياضي. كرياضي. وبعد كده فانا قررت وانا عندي 11 سنه قررت اللعبه احترف فيها يعني، والحمد لله يعني عملت انجازات في اللعبه دي. اخدت ميدالياتك ايه؟ واخد بطوله الجمهوريه 8 سنين اللي فاتت على التوالي، واخد كاس مصر 3 سنين عشان المذاكره وكده. فيعني الحمد لله قدرت احقق حاجات واحاول اوفق المذاكره في نفس الوقت يعني الرياضه. نذاكر الصبح ونتمرن بالليل. الحمد لله. تمرنوا قد ايه صحيح؟ بنتدرب يعني 4 ل5 ساعات في اليوم. هو الهدف ان احنا نوقع كل البنز وخلاص، ولا في تقنيات يعني في الموضوع؟ لا، هو اصل اللعبه مش
الناس فاهمينها ان انتوا بتمسكوا الكوره وتنشن ونحدف. لا لا، هي مش يا ريتها بالبساطه دي. هي فيها عقد اكتر من كده، يعني بتضطر الواحد يركز اكتر من كده عشان في زيت. والفنيات دي دكتور وجدي هو اللي يقدر يعرف يشرحها بالتفاصيل، بس هي فيها كذا حاجه. ممكن ان الواحد محتاج ثبات انفعالي مبدئيا، ولازم يكون في تركيز، ولازم يكون في لياقه عشان تبتدوا تلعبوا 3 ساعات 4 ساعات، ولازم يكون رجليك جامده عشان تستحمل، وكتفك عشان تعرف تشيل الكره التقيله، عشان الكره بتتراوح من بين 2 كيلو لغايه 8 كيلو. فالواحد محتاج هو على حسب يعني قوته وقدرته يعني هو يلعب يعني. طب اسلام بقى. انا بصراحه اصلا كنت مع ابويا بلعب تنس في الاول 11 سنه. بس انا كنت وانا صغير كنت بحب العب بولينج، كان هوايه بالنسبه لي. بس مره كده وانا كنت عايش مع ابويا في الامارات، لقيت الناس بتلعب بالطريقه البروفيشنال، فانا كنت عايز اتعلم. فانا كنت في وقت كنت عايش في المنصوره في ساعتها. لما جيت القاهره اول حاجه عملتها دورت على مركز بولينج هتعلم فيه البولينج صح وبالطريقه الصح اللي العب بيها. ربنا وفقني في البطوله في البولينج الحمد لله، بجيب انجازات الحمد لله. ومنتخب كان سنه 2008 كل ده. وبعدين ربنا وفقني الحمد لله ودخلت منتخب. عملتوا ايه في اخر بطوله؟ احكوا لنا على البطوله الاخرانيه. بطوله العرب احنا الحمد لله ربنا وفقنا بجد، وجبنا كان نفسنا امل ان نجيب ميداليه. احنا جبنا انا واحمد جمال زوجي في بطوله العرب. زوجي ميداليه فضيه. فضيه. طب ايه، وطبعا زي ما حضرتك كنت بتقول يعني العرب متطورين جدا، فان هو يجيب ميداليه فضيه في الزوجي ده حاجه انجاز. دي حاجه انجاز كويس، هم لعبوا كويس. والحظ يعني برضو عاندنا شويه في ايفنت او 2 تانيين المفروض كنا نجيب فيها ميداليات اكتر من كده، لكن طبعا دي رياضه. هو ازاي بيتم اختيار الرياضي تحس ان هو ايه امكانياته ايه عشان تحس ان ده فعلا عنده مستقبل في حضرتك اي حاجه في الدنيا محتاجه ستايل، يعني احساس باللعب. هي مش محتاجه يعني مهارات جامده ولا عضلات ولا حاجه ابدا، هي محتاجه واحد عنده السنس الرياضي، الاحساس الرياضي بس. لما بنشوف اطفال صغيره او ناشئات صغيرين او كده بنقول والله ده ينفع ده ينفع ده ينفع، الاتحاد بياخده يحطه في مدرسه بيعلمه، اذا استمر معانا بيستمر. لكن الظروف الدراسه بتاعت مصر يمكن بتتعارض مع تحقيق مستويات دوليه رياضيه. لازم الدوله يعني تظبط الحكايه دي، والا عمرنا ما هيبقى عندنا بطل رياضي. يعني يخشوا ثانويه عامه خلاص مفيش رياضه، بيتجوزوا مفيش رياضه، البنات مشكله عامه في الرياضه. نقعد نربي بنت 5 6 سنين وتتخطب ما بنشوفهاش بعد كده خلاص بقى بتتشغل في حاجات تانية. اهم حاجات اهم. طب دكتور وجدي، يعني يمكن احمد اشار ان في تقنيات في اللعبه، يعني بالنسبه طبعا اللي بيتفرجوا على اللعبه الموضوع كله انا مش عارفه اسمهم ايه، بس انا عارفه اسمهم بينز. البينز اسمهم بينز برضو كده. دي حقيقه. البينز والكوره والرانواي دهوت اللي بيتلعب اللين اللي بيترمي في الحاره. احمد قال ان الكوره من 2 ل 8 كيلو، بتفرق في ايه؟ هي من 2 كيلو 700 جرام الى 7 كيلو 200 جرام، ده وزن الكوره تحديدا. يمكن انا كان ليا شرف اعمل اول كتاب عن البولينج في الوطن العربي. عملت جوب اناليسيز للاعب البولينج، تحليل اداء للاعب البولينج. فقلت لاعب البولينج ده بيحتاج ايه؟ هو دايما في العامه بيقول لك ده ريكريشن، لكن اللي بيتميز فيهم زي ابطالنا زي احمد واسلام بننتقيه بناء على ايه؟ هناك مواصفات ومحددات بدنيه بتبقى مطلوبه في لاعب البولينج، هناك محددات نفسيه. ايه هي المواصفات البدنيه؟ اللاعب لما بيلعب في بطوله بيرمي على الاقل في متوسط مثلا 60 رميه في اللين، فايه اللي بيحتاجه من الصفات البدنيه الاساسيه لهذه اللعبه؟ اول حاجه الجلد العضلي للذراعين والمنكبين. تاني حاجه بيعملها على اللين بياخد الفور ستيبس او في منطقه الابروتش، منطقه الاقتراب، فده بنسميها عندنا في التربيه البدنيه والرياضه اللي هي التوافق العضلي العصبي. تاني حاجه بيقف على خط الرمي ويعمل بالانس، بيعمل اتزان حركي اثناء عمليه الاقتراب، ثم اتزان ثابت، ثم بيعمل الرمي بقى. الرمي دي بنسميها الدقه. فهناك صفات بدنيه اصيله للاعبه البولينج لابد ان يكون اللاعب يتميز بيها عشان يقدر يؤدي بشكل جيد. ده الجانب البدني. اما الجانب النفسي هناك سمات نفسيه للاعب لابد ان تتوفر فيه. اول حاجه انه يكون عنده الثقه في النفس، انه يقدر يعزل نفسه عن المتغيرات المحيطه، لان جنبه لاعب اخر
جنبه يعني انت فاهم قصدي، اللي هي المتغيرات اللي موجوده في البطوله. لو ما قدرش يعزل نفسه عن هذه المتغيرات مش هيقدر يركز، لان اللعبه بتحتاج تركيز عالي جدا عشان يقدر اللاعب يؤدي بشكل جيد على الليل. طب بس اعلق تعليق صغير. سؤال حضرتك في الاول ان احنا بنمسك كرة ونرميها. لا ده طبعا ده لا الغير انا المحترفين. لا انا ترميها على الليل اللي جنبها. التاني مش عارف ده انا قاعده اتسلى كده. هي اللعبه كده